مشاهدي الايام 24 داخل وخارج ارض الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الخاصه اللي غنستضيفوا لكم من خلالها سلطان الطرب الشعبي الفنان الكبير سعيد الصنهاجي، واللي خضع لعمليه جراحيه مؤخرا. سعيد الصنهاجي، اهلا وسهلا بك. مرحبا بكم اول شيء، وتحيه لكم من هذا المنبر، وتحيه للجمهور الكريم. تحيه لك سي سعيد الصنهاجي، والحمد لله على سلامتك بعد هذه العمليه اللي قمتي بها. الله يسلمك، والحمد لله المؤمن مصاب، الحمد لله على كل حال، كل شيء داز مزيان الحمد لله. واخا الجمهور ديال سعيد الصنهاجي ديال سلطان الطرب الشعبي المغربي غادي يبغي يعرف كيفاش دازت العمليه، شنو التفاصيل ديال هذه العمليه، شنو كان عندك سعيد؟ وي ماشي مشكل. اللي عندي وهو قبل هذه واحد الشهر كنحس بشي كره هنا في اليمن لتحت هنايا، كنحس بواحد الكره وتخلعت. انا نصحابني الله يرضى، انا خواف من جيت المرض، قلت ناري صافي هذه الاخرى ليا. مشيت لعند الطبيب قال لي ديرها الفضق، وخاصك دير عمليه جراحيه، وخاصك تجلس بزاف، يعني الراحه التامه. هذاك الشيء اللي درت، ما بغيتش نقولها لسيادتكم حتى الاول، بعد لي صاحبي كصحفي، ما بغيتش الاخبار تنشر، باش نرتاح على الاقل ديك 10 ايام الاولى نرتاح. وملي ارتحيت وعرفت راسي باقي حي، وانا نقول للجمهور ديالي رانا بخير. دوزت العمليه، دازت الحمد لله ديال بشي 4 السوايع، دازت مزيانه. بت نهار واحد في لاكلينيك، ولا غدا جيت للدار عند وليداتي، كلشي داز مزيان الحمد لله. ونتمنى نوقف نيت على الصح باش نقول للجمهور ديالي ان شاء الله يتسنى مني الجديد راه كاين. واخا سي سعيد، بزاف ديال المعجبين وبزاف ديال الجماهير ديال سعيد الصنهاجي يعني بغاو يتعرفوا على الحاله الصحيه ديالك، وهذا تشوقوا الجديد ديالك والسهرات ديالك. شنو يمكن لك تقول لهذا الجمهور هذا اللي تخلع عليك؟ المعجبين ديالي نعجبهم باللحيه ولا بلا لحيه بعدا؟ قول لي. اصحاب اللحيه رانا مزيان، اصحاب اللي بلا لحيه رانا مزيان. كاينه اغنيه في النمط هذا الشيء اللي خارج دابا، يعني ماشي كيما كاين شي وحدين كل واحد عنده الراي ديالو، من حقه والانسان اللي كيقول لك مزيان يهضر فيا بالنسبه للغنى، باش نحاول ندير ما احسن. وين انا راه كنديرها اللي كيقول لي راسي ثق فيا. هاد الاغنيه البسيطه اللي ولات دابا، ما عمرني ما حدها دابا كاينه وكيحبوها الناس بزاف، ما عمرني غنتخلى عليها، غنبقى ديما نقلب فيها. غادي ندير اغنيه ولا جوج بحال هادشي الجديد اللي كاين دابا، لي سينجل اللي كاينين، ومن بعد ما نخصش ديما مره ولا جوج مرات في العام راه شريط فيه الشعبي، فيه السواكن، فيه سعيد الصنهاجي، يعني التراث الشعبي ديالنا ما عمرني غنسى، لان الفضل ديالو هو اللي وصلني. وكنلقى راحتي، انا مغربي كنلقى راحتي في الشعبي، كنبغي التهرنيط. كيعجبني داك الشيء الهول ديال البلاد ديالنا. الوغ غندير شريط وربما كاع يمكن ان دي في دي غنديرو يشوفوه الناس في الشعبي ديال سعيد الصنهاجي. واني راه ما غنتفاكش، عندي جوج اغنيات غادي نديرهم دي سينجل ان شاء الله. وحده واخا غادي نخرج موضوع اللي كاتبو انا وملحنو انا وغنغني انا، كندوي على الفتاه اللي كتمشي للخليج. فوالا غادي اغنيه عليهم، واغنيه على من كلمات والالحان ديال مصطفى جورج الكمانجي اللي كيخدم معايا، واللي مسير في الحياه المهنيه ديالي. غادي يعني من ضمن احسن الفنانين عندنا في المغرب. مصوب اغنيه كيقول على الغربه، وكيهضر على الناس اللي كتخلي البلاد وتمشي للغربه، ما خصهاش تخلي البلاد وتمشي للغربه، يعني بحال هاد المواضيع اللي كنطرقوا لهم دائما. غيكونوا دو شونسون، وحده ديالي وحده ديالو، غنغنيها دي سينجل بحال هذا الشيء الجديد اللي كيغني حاتم عمور، كيغني سعد المجرد، واللي كتغني اسماء المنور. يعني هاد الغنى هذا يمكن حتى هو تفتح على ابواب البلدان العربيه. يعني حتى حنا خصنا راه عندنا ما نقولوا لنا، علاش دوك الناس يتصنتوا لينا؟ واخا حنا كيقولوا مثلا شعبيا نغنيو العلوه، حنا كنغنيو العلوه ونغنيو لي السفاكر، كنديروا كلشي اي حاجه بالعربيه نغنيوها الحمد لله. داكشي علاش بغيت نمشي حتى في هذا النمط، ما نخليش. والشعبي راه ما عمرني غنساه، وما عمر الجمهور غنخليه يتحرم من الشعبي ديالي. واخا سي سعيد، هذا سؤال غيجرنا سؤال حتى لهذه لا كليب في تولوز وفي مارسي. شنو يمكن لك تقول لنا على هذا العمل هذا اللي صورتيه انت والزوجه ديال كريم؟ هذا العمل انا ما نقولش لك دار ضجه، لان علاش ما يديرش ضجه؟ ماشي حيت انا سعيد الصنهاجي صافي راه يدير ضجه. صعيب الحال باش واحد المغني معروف عند الناس بالشعبي مثلا يمشي لشي حاجه اخرى. كل الاراء كي قلت لك هذا راه تسطى، تا هذا راه ولا يخربق،
فهمتي ضروري. وانا هادشي كيعجبني الحمد لله. انا كنشوف لي فيو والناس اللي كتقولها زوينه والناس اللي كتقولها خايبه، يعني كلشي تصنت ليه. هي اللي قال زوينه، هي اللي عجبو، هي اللي ما عجبوش تصنت ليه. وهذا هو الهدف. الاولى هكذاك يمكن ندير الثانيه حتى هي ما تعجبش، نهار تولف الودن عاوتاني الناس على الثالثه والرابعه. ربما ثق فيا كاع اللي كيعرف يغني وفاهم في الموسيقى وعنده صوت زوين ما يمكنش كاع الاغاني ما ينجحوش. ضروري ما نجحتش الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. النهار اللي بديت انا راه 20 عام وانا كنغني ما عرفني حتى واحد، حتى بديت نكعى وبديت نشرف وبديت نقول صافي غنقلب الحرفه ويا المجذوبيات وبقيت وربي هو يسهل. 20 عام وانا نوض ونطيح. عاد اغنيه مادام تيقن من راسي انا عارف بان ان شاء الله اي ميدان في الميدان الفني اي حاجه اتجهت لها نقدر ننجح فيها، لان عندي كاع المؤهلات اللي تخليني نغني. وكون ما كانش المؤهلات ما يكونش عارفني الجمهور هذه 20 عام. واخا سي سعيد وصلتنا واحد التبرقيقه ديال انك حيتي واحد الحفل او عرس في الجزائر ب 40 مليون، واش كاين هادشي ولا ما كاينش؟ والحفل في الجزائر كاين 40 مليون ما كايناش، ماشي خديتها ب 40 مليون كاينه وين ماشي بوحدي. 40 مليون فيها انا، فيها الطيارات ديالنا، فيها الجوق، والحمد لله. يعني اي الحمد لله شاط ليا من الخير والخمير واللي مهم عندي ما كتهمنيش انا 40 مليون، لان ما شديناش غير 40 مليون في حياتنا في هذه الحياه المهنيه ديالنا. وهو كيفاش تتعامل معك جمهور وثقافه ديال بلاد واحده اخرى، كيفاش تعاملت مع سعيد الصنهاجي وكيحيي ذاك الحفل وسط غير لي زالجيريان. وما نعاودش لك زعما حسيت براسي كبير والكبير. واخا سعيد عاودنا شويه على الحفل، شكون هاد الناس اللي عرضوا عليك؟ كيفاش داز العرس؟ اللي عرفته هو ان مول العرس الحاج الله يذكره بخير والله يخليه، الله يحفظه لوليداته، ناس طيبين وزعما رحبوا بينا وجلسنا في شيراتون 4 ايام. كنديروا اللي بغينا، كيجيو يديونا بسميتو. يعني داكشي ما نعاودش لك، ما يتخيلش. السيد قالوا لي بان عنده دي زوزين في لو موند اونتيي ديال لافارين ديال الفارينه اللي كنطيبوا بها الخبز. يعني انسان واصل لاباس عليه، بغى يفرح وليداتو، وسيرتو الجزائر كيشوفوا دوزيام بزاف. يمكن اختاروني، شافوا دوك السهرات اللي كيدوزوا ديال دوزيام عجبتهم، اختاروني لدرجه انا ملي كنغني كيردوا عليا وكيطلبوا لي الاغاني ديالي. عرفت راسي بان انا داخل البيوت ديالهم. وربي ما حشمش، داز الحفل مزيان. وكانت الطياره ما كايناش الا غدا، غتكون حتى الاثنين. وجلسنا السبت عاوتاني ما خدمناش، بقينا جالسين مرحبين بينا، ما خصنا حتى خير. نهار الحد هما يديروا حفله صغيره حيت عجبناهم. نهار الجمعه في العرس داروا حفله هما بعضياتهم في الدار، وعاودنا درنا لهم حفله اخرى، وداز داكشي كلشي مزيان والحمد لله. والحمد لله كيشرفني السهره دوز ساهله في بلاد اخرى. اما عرس دوك الناس عرسهم ثقافه اخرى، وانا الحمد لله عرفنا لهم وعرفوا لينا الحمد لله. واخا برنامج رشيد شو كان مرور ديال الحلقه ديال سلطان طرب سعيد الصنهاجي اللي رفعت نسبه المشاهده. شنو يمكن لك تقولنا على هذه الحلقه ديال رشيد شو؟ رشيد شو مني مشيت في حاجه واحده في راسي، وهو سعيد الصنهاجي ما يتصنعش. سعيد الصنهاجي اللي كيعيش في الزنقه في الدار منين مشهور، قبل ما يكون مشهور راه هو اللي باقي كيعيشها دابا حاليا، دابا معاك انت. هذاك الشيء اللي درت مع رشيد شو، مشيت كنهضر بطلاقه وببساطه وما نخممش، عاد نجاوب نقول لك شي اللي كاين اللي لساني نقوله وعادي. هذاك هو سعيد الصنهاجي اللي انا هكذاك داير، ما عنديش علاش غنتبدل. والا كانت هو الحلقه بان كان شافوها الناس بزاف، انا يحصل لي الشرف الكبير اللي شافوني هاد الناس كلهم، يحصل لي شرف يعني اكثر من هذا الشيء ما بغيتش الحمد لله. واخا كمغربي ورياضي وانا كنعرفك سعيد ان عز عليك الرياضه، البطل المغربي محمد الربيعي حصل على بطوله العالم في وزن 69 كيلوغرام على ما اعتقد. شنو هي الرساله اللي كتوجه لهذا البطل وشنو كتمنى للملاكمه المغربيه؟ خير دليل نهار فتحت انا لا غدا ديالو لعب هو.
انا جالس في هذيك البلاصه كنتفرج وكنبكي تسالى، وملي تهز الدرابو ديال المغرب بقيت كنبكي وكندور في ولادي كنقول لهم شو مسكين هذا، راه ولد كازا ومسكين على قد الحال، وشوف جايب ذهبيه يعني بحال انا لاعب، حيت حنا مغاربه. انا ماشي غير اللي غنقول لك على ذاك الوليد، يا ربي تسهل عليه وفرحت ليه، لان فرح الشعب على قده، يستاهل اي حاجه من عندي زوينه يستاهلها، واي حاجه تقالت في حقه راه بسيطه، تبارك الله عليه، ها البوجور ديالو. تبارك الله عليك السي سعيد الصناجي. ونظرا للحاله الصحيه ديالك وانت في فتره نقاهه ما غاديش نطول عليك، كاخر سؤال شنو هو الجديد ديال سلطان الطرب سعيد الصناجي؟ انا قلت لك كاينين جوج اغنيات بالطريقه الخليجيه وبالطريقه الجديده اللي كاينه دابا غير في الميازن، هما الغناء شعبي، الغناء كنهضر بالمغربيه ديالنا. جوج اغنيات، وحده من كلمات والحان وغناء سعيد الصناجي، والعنوان ديالها عاجبك الليل. حصريا. باقي ما كملناش حتى في الالحان، باقي واحد لي روتوش الاخرين هما اللي بقاو فيها، واغنيه ديال مصطفى جورج بكلمات والالحان ديالو، انا غير غادي نغنيها، باقا مفاجاه لان انا براسي ما عارفش، غير دوا معايا في التليفون وما بقيتش شاد مزيان، ما عارفش تنجيو نجلسوا عاد نوجدوها. المهم هادشي راه في القارب العاجل. واخا الجولات ديالك والسهرات سعيد. والسهرات انت مول خيركم، ما كانش هاد العمليه كون راه دابا خدام ما تلقانيش، انا خديت الروبو مي ان شاء الله على الوقت اللي عطاني الطبيب، عطاني في لو 30 ممكن ليا لو 30 في هذا الشهر هذا اكتوبر، لو 30 اكتوبر يمكن ليا نغني، ومادام قال لي لو 30 اكتوبر نغني، انا راه لو 30 انا غنغني في قطر ان شاء الله في الدوحه، وغادي نجي من بعد غادي نمشي لكندا، وغنجي من كندا غادي نمشي لفرنسا، غادا تيوصل الصيف عاوتاني ويوصلوا المهرجانات ونتصوروا طريفه الخبز خر وحنا غاديين. ان شاء الله. سي سعيد، كلمه للجمهور ديالك وكلمه للمشاهدين الايام 24. مشاهدين ايام 24 مرحبا بكم، ويشرفني ندوي من هذه الاذاعه الجميله، والجمهور ديالي ما غنقولش لكم كيما ديما كنموت عليكم، كنبغيكم، بغيت لكم بركه من هذا الشيء، غنقول لكم شكرا لاهتمامكم بالاغنيه اللي غنقولها الاغنيه الصنهاجيه. شكرا. واخا سعيد، يمكن لك تسمعنا شي حاجه قبل ما نودعوا الجمهور الكريم؟ الطبيب قال لي ما تغنيش، والله قال لي الطبيب ما تغنيش، وين غنحاول نقول لكم مثلا حتى الهادي لا ما ديريهاش معايا، حدك تما فين تعلمتي القرايه، واخا تضربيني ما ندويش، واخا تعايريني ما ندويش، بشرط تكوني ليا وحدي وما يتشارك تحد معايا. شكرا لك سلطان الطرب الشعبي الفنان سعيد الصناجي اللي استقبلتينا في بيتك وسط ولادك وسط العائله ديالك، وكنتمنى انك تبقى نجمه في سماء الاغنيه الشعبيه كما عودتينا. شكرا والله يعطيك الخير، وشكرا عبد القادر على هاد الطريق بعد الطويله باش وصلتي عندي، تعرف انا دابا بعدت شويه على كازا. شكرا لاهتمامكم بيا والله يخلف عليكم. شكرا لك، شكرا، تبارك الله عليك.